في 22 من يونيو سنة 1983 خرجت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما من منزلها كما تفعل كل يوم تقريبا. كانت متجهة إلى درس الموسيقى في مدينة روما الإيطالية. لم يكن في ذلك اليوم ما يوحي بأنه سيكون بداية أحد أكثر الألغاز الاختفاء غموضا في العالم. اسم هذه الفتاة هو إيمانويلا أورلاندي، وهي فتاة عاشت مع عائلتها داخل الفاتيكان بسبب عمل والدها هناك. كانت معروفة بين أصدقائها بأنها هادئة ومجتهدة وتعشق الموسيقى. في ذلك المساء وبعد انتهاء الدرس أجرت اتصالا هاتفيا بأختها وأخبرتها أنها تلقت عرض عمل مؤقت من رجل ادعى أنه يبحث عن فتيات للترويج لمنتجات تجميل مقابل مبلغ مالي جيد. بدت سعيدة بالفكرة ولم يظهر في حديثها أي خوف أو قلق، لكن تلك المكالمة كانت آخر مرة تسمع فيها صوتها. مرت الساعات دون أن تعود إلى المنزل. في البداية اعتقدت العائلة أنها تأخرت قليلا أو أنها ذهبت مع إحدى صديقاتها، لكن مع حلول الليل بدأ الخوف يتسلل إلى قلوب الجميع. حاولوا الاتصال بها والبحث عنها في الأماكن التي قد تكون ذهبت إليها لكن دون جدوى. عندما أدركت العائلة أن الأمر ليس مجرد تأخير عادي أبلغت الشرطة باختفائها، وبدأت عملية بحث واسعة. انتشرت صور إيمانويلا في شوارع روما، وتحولت قصتها بسرعة إلى قضية رأي عام هزت إيطاليا بأكملها. وخلال الأيام الأولى من التحقيق ظهر عدد من الشهود الذين قالوا إنهم شاهدوا فتاة تشبه إيمانويلا قرب محطة الحافلات وهي تتحدث مع رجل مجهول. بعضهم أكد أنها كانت تبدو مرتاحة ولم يظهر عليها أي توتر، بينما قال آخرون إنهم رأوها تصعد إلى سيارة لم يتمكنوا من تحديد نوعها أو رقمها. ورغم كثرة الشهادات لم يتمكن المحققون من الوصول إلى أي دليل حاسم يقود إلى مكانها أو يكشف هوية الشخص الذي كان معها. بعد فترة قصيرة بدأت عائلة إيمانويلا تتلقى مكالمات هاتفية غامضة. بعض المتصلين ادعوا أنهم يعرفون مكان الفتاة، وآخرون قدموا معلومات بدت في البداية مهمة للغاية. أحد المتصلين تحدث بلهجة أجنبية وأعطى تفاصيل جعلت المحققين يعتقدون أنه قد يكون على صلة حقيقية بالقضية، لكن كل هذه الخيوط انتهت إلى طريق مسدود. فكلما اقتربت الشرطة من معلومة معينة كانت تكتشف أنها غير صحيحة أو غير كافية للوصول إلى الحقيقة. ومع مرور الوقت بدأت الشائعات والنظريات بالانتشار. بعض الأشخاص اعتقدوا أن إيمانويلا اختطفت لأسباب سياسية تتعلق بأحداث دولية كانت تشهدها أوروبا في تلك الفترة، وآخرون تحدثوا عن احتمال تورط عصابات إجرامية منظمة في اختفائها. أما أكثر نظريات إثارة للجدل فكانت تلك التي ربطت القضية بأسرار داخل الفاتيكان نفسه، وهي النظرية التي جذبت اهتمام وسائل الإعلام وأثارت نقاشات واسعة استمرت لسنوات طويلة، لكنها لم تثبت بشكل قاطع أبدا. مرت السنوات دون أي أثر مؤكدة للفتاة، ورغم ذلك لم تتوقف عائلتها عن المطالبة بالحقيقة. في كل مرة تظهر فيها معلومة جديدة كان الآمال تتجدد، لكن سرعان ما تعود القضية إلى نقطة الصفر. أعيد فتح التحقيق أكثر من مرة وتمت مراجعة آلاف الوثائق والشهادات، وفي بعض الفترات قامت السلطات بعملية بحث جديدة في أماكن مختلفة أملا في العثور على دليل يقود إلى الحقيقة. حتى بعض المقابر فتحت بعد ورود معلومات تفيد باحتمال وجود أدلة مرتبطة بالقضية، لكن النتائج لم تكشف شيئا حاسما. وأصبحت قضية مانويلا أورلاندي مع مرور الزمن واحدة من أشهر قضايا الاختفاء في أوروبا. عشرات الكتب والبرامج الوثائقية تناولت قصتها وكل منها قدم فرضيات مختلفة حول ما حدث لها، لكن رغم كل التحقيقات والجهود المبذولة لم يتم العثور على إجابة نهائية. هل تعرضت للاختطاف؟ هل كانت ضحية جريمة منظمة؟ أم أن هناك أسرار لم تكشف بعد؟ أسئلة كثيرة ما زالت بلا جواب حتى اليوم.
وبعد أكثر من 40 عاما من اختفائها لا يزال اسم إيمانويلا أورلاندي يثير الفضول والجدل، ولا تزال عائلتها تبحث عن الحقيقة، ولا يزال الملايين يتساءلون عن مصير تلك الفتاة التي خرجت ذات يوم لحضور درس موسيقي ولم تعد أبدا. وبينما تستمر التحقيقات والفرضيات، يبقى لغز اختفائها واحد من أكثر الألغاز الجنائية غموضا في التاريخ الإيطالي الحديث. وقصتها تذكرنا بأن بعض الأسرار قد تبقى مخفية لسنوات طويلة دون أن يعرف أحد حقيقتها. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا.